بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة أردوان RG. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله، وتنشكركم دائما على الدعم ديالكم اللي تزيد دائما باش تحفزنا باش تنجيب لكم دائما الجديد إن شاء الله. إذا اليوم على بركة الله عندنا موضوع جديد، وهو يعني تردد قنوات السعودية الثمانية اللي ولاو تنقلوا يعني الدوري السعودي. كما كنا تنعرفوا بأن الدوري السعودي كان تيتنقل على قنوات SSC السعودية، اللي الآن دابا مبقاش تتنقلهم قنوات SSC السعودية، اللي انتقلوا إلى قنوات الثمانية اللي هما كاين 1 و2 و3. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم يعني كيفاش التقطوا قنوات الثمانية، يعني 1 و2 و3. إذا على بركة الله إن شاء الله بإذن الله، وإلى الشرح إن شاء الله. إذا إخواني الكرام، فأول حاجة غادي نضغط على الزر المني الذي يعطينا يعني هاد القائمة هذه القائمة ديال المني. ثم غادي نختاروا يعني هذا الاختيار اللي هو التراكيب أو لانستالاسيون فرونسي مثلا. إذا من بعد ما نختار هاد القائمة ديال التركيب، تندخل إلى القائمة ديال الترتيب بالضغط على زر أوكي اللي تعطينا إعدادات الهوائي، اللي مباشرة تندخل إلى إعدادات الهوائي. إذا هذا هو البلاصه الذي نقلبوا يعني على التردد. فاحنا اللي تهمنا هو النيلسات، يعني نختاروا القائمه ديال النيلسات، ثم هادو هما الترددات المتواجدين عندنا في قمر النيلسات. اذا تردد قنوات الثمانيه اللي هو 123060 فيرتيكال، غنقلب عليه هنايا في هذه القائمه ديال الترددات. كان عندي غادي نمشي ليه مباشره وندير يعني سكان او البحث. الا ما كانش عندي غنوريكم الطريقه يعني كيفاش تجبروه. 23 او 123 كما تلاحظوا، هو عندي انا هنا في القائمه 123 60 فيرتيكال 27500. فمثلا اللي متواجد عنده هذا التردد ما عليه الا باش يضغط على اوكي على هذا الشكل مباشره. من بعد غادي يعطينا مجموعه من الخيارات. اول حاجه غادي نختاروها وهو ننزلوا الى الاسفل باش نختاروا يعني كيفيه البحث على هذا التردد. احنا تهمنا يعني التردد، يعني مكاينش نقلبوا على القمر كامل، نقلبوا على التردد. غادي ننزل الى الاسفل ثم نضغط على هذا الاختيار اوكي، ننزل الى الاسفل ثم نجي لهذا الاختيار هذا ونختار يعني بهذا يعني الزر اللي على اليمين او اليسار متواجد يعني في آلة التحكم عن بعد، اللي هذا يعطينا مجموعة من الاختيارات. هناك التردد، مجموعة الأقمار، بحث عشوائي. احنا كما قلت لكم يعني اللي تهمنا وهو هذا التردد، البحث على التردد. إذا احنا نقلبوا على التردد. من بعد ما تنديروا هنا التردد تنضغطوا على اوكي. تقول لي هل تريد حذف برامج؟ يعني تنكمل اوكي لا. بحث الشبكة لا. ثم نضغط اوكي. الذي يعطينا يعني قنوات ديال التردد كما لاحظتوا، راه يعني ها هما كما تلاحظوا. غادي نخرج غادي نلقاهم. اذا هادو هما قنوات 8 1 و2 و3. ثلاثة القنوات 8 هما قنوات السعودية، هما اللي تنقلوا يعني الدوري السعودي. فبالنسبة يعني اللي ما متواجدش عنده هذا التردد، نمشي يعني المني ثم ندخل إلى التركيب ثم إعدادات الهوائي، ثم نجي يعني نضغط على قمر النيلسات على هذا الشكل، ثم غادي ننزل إلى القائمة الخاصة بالترددات، أضغط أوكي. ثم غادي يعطيني مجموعة من الاختيارات. هناك يعني مجموعة من الاختيارات. هناك اللون
الأصفر وهو التعديل، ثم اللون الأصفر الأخضر عفوا هو الحذف، ثم إضافة إلى اللون الأحمر اللي تعطيني إضافة. هذا يعني هو غادي نقوم بالاختيار ديالو، يعني على الزر ديال آلة التحكم كما تلاحظوا الأحمر، أضغط على الزر الأحمر اللي تعطيني مثلا كيفية إدخال الترددات. كما قلت لكم يعني غندخل هنا 123 60 بهذا الشكل اللي هو أنا ننزل الأسفل نخليه رأسي، ثم هنا 27500 ثم أضغط أوكي، وبالتالي أنا تيقول لي بأن الفريكونس راه كاين عندي هنا متواجد. إذا هو هذا، إذا أنت تدخل يعني الفريكونس عندك في القائمة ديال الترددات، ما عليك إلا تضغط أوكي ثم دير العملية اللي شرنا إليها في الأول، هي تنزل إلى الأسفل و تحول إلى التردد ثم نضغط أوكي. إذا إخواني نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ونتمنى يعني ما تبخلوش علينا يعني باللايكات ديالكم، وباش دائما تشجعونا، واللي باقي يعني ما تابوناش عندنا في القناة نتمنى تابونا عندنا في القناة باش دائما إن شاء الله نجيب لكم جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.